في ناس بتدخل حياتنا نقع في حبهم بسرعة، تحس انهم فهمونا من اول كلمة، قلبنا ارتاح لهم كأننا نعرفهم من زمان. بس مع الوقت نكتشف ان في حاجة مش مظبوطة، نتوجع، نتشد، نرجع نتوجع تاني ونفضل نقول لنفسنا بس انا بحبه وهو طيب من جواه، انا بس محتاج اصبر عليه شوية. طيب هل سألت نفسك لو بتحبه ليه وجعك بزيادة؟ ولو هو بيحبك ليه وجوده في حياتك مش امان؟ الحقيقة ان محدش بيحب يسمعها. مش كل حب صحي، ومش كل انجذاب معناه ان العلاقة مناسبة. اوقات بنختار الشخص الغلط لان جوانا حاجة ناقصة وجايين ندور عليها فيه. بنختار اللي بيشبه اوجعنا مش احتياجاتنا. بنختار اللي بيكرر فينا القديم مش اللي بيبدأ معانا من جديد. ممكن ننجذب للي بيتجاهلنا لان ده اللي اتعودنا عليه، نرتاح للي مشغول ومش فاضي لان ده بيشبه اول احتياج ما تلباش في حياتنا. نحب اللي مش بيطبطب بس نحاول نكسب حنانه لان جوانا طفل لسه مستني الحنية من نفس الشكل القديم. فاللي بنقع في حبه مش دايما هو الشخص المناسب، لكن احيانا بيكون هو المألوف. وفي فرق كبير، الوجع لما يتكرر مش دايما صدفة، احيانا هو جرس انذار انك بتختار بعين الوجع مش بعين الوحد، وانك محتاج تقف وتسأل نفسك سؤال مهم جدا: هل انا بختار بحريتي ولا بيمشيني خوفي من الوحدة، ولا اشتياقي لحضن معرفتوش زمان، ولا رغبتي اني اثبت اني استاهل الحب؟ مش كفاية انك تحب، مهم كمان انك تحب صح. ومش كفاية ان الطرف التاني عنده مشاعر، مهم كمان يكون عنده وعي ونضج وقدر من السلام الداخلي يخليه يقدر يحبك بصدق من غير ما يأذيك. اوعى تحصر نفسك بين خيارين: يا ترتبط يا تتوجع لوحدك. في اختيار تالت، والله في اختيار تالت موجود، انك تنتظر اللي يليق بيك مش اللي يكرر الوجع ويسميه حب، عشان تبقوا لبعض الشريك الصح.